العربية اللي اختفت من السوق بقالها سنة رجعت تاني بشكل فيس ليفت او بتغيير جزئي اللي خربت الدنيا. هيونداي الانترا الجديدة 24. يلا وحشتينا يا شيخة، وحشتينا والله. ده الشكل الجديد، الفيس ليفت. الشكل الجديد يعني هو تغيير جزئي. ده الفيس ليفت، تغيير في الشبكة والمقدمة الأمامية بشكل عام. جامدة، لا جامدة بصراحة، جامدة وشغل عالي وشغل فخم. في حاجة غريبة بقى، العربية دي بتنزل بسنسورز أمامية وخلفية. تمام، بص سنسور في الاكسدام اهو، وفي سنسور تاني بس في الشبكة فوق. مش عارف يعني متعودين السنسورز كلها بتبقى في الاكسدامات يعني. غريبة شوية، ماشي. ده كده الشكل. الفانوس ده سحبته جامدة جدا برضو. تمام، الفئة دي التالتة المفروض. دي الجنود الملونة. الكرسي ده بالمناسبة يا جماعة كهربا. في الفئة اللي احنا بنصورها دي ستارت ستوب انجن. تمام، وديجيتال ديسبلاي وتاتش سكرين. طيب العربية دي ما اتغيرتش من جوه، يعني جوه نفس الكلام اللي احنا متعودين عليه. هو فرامل اليد كهربا اوتو هولد. ده زرار فصل الباركنج سنسور، وده الكاميرا، وده الدرايف مود سيلكت اللي هو السبورت مود او الايكونومي او النورمال ايا كان وضعية السواقه اللي انت بتحبها. للاسف الشديد العربيه لسه في الفئات الاولى منها، الاولى والثانيه بتنزل بارباج واحد للسائق. ارباج واحد للسائق، بس في باقي الفئات بتنزل 4 ارباج، 2 قدام و2 في القوايم. مميز بقى في الموضوع ان الفئه الاخيره هي اللي تحسها ايه، يعني تحسها فخمه شويه عن كده. تحسها بقى فيها امبيانت لايت مثلا 64 لون، يعني امبيانت لايت 64 لون. فيها ادابتيف كروز كنترول. الفئه الاخيره فيها اعتقد لسه مش متاكد، اعتقد 360 كاميراز. تمام، كاميرا 360 درجه. فيها كمان فتحة سقف، وفيها حساسات أمامية وخلفية. دي الفئة الثالثة، يعني دي اللي قبل الأخيرة. الأخيرة بيبقى فيها فرش جلد، ده فرش قماش، الأخيرة فيها فرش جلد. ده حجم الشنطة كده. طبعا الشنطة معروفة طول عمرها بتاعت الانترا إن هي كبيرة وواسعة ما شاء الله. والستبن برضو جانت زيه زي الجنوط الخارجية، جانت تو تون برضو. تمام، خلينا كده. طبعا شنطة مانيوال عادي، مفيش كهرباء مفيش حاجة. ده التصميم الخلفي كده. جامدة بنت اللذينة، جامدة يعني. حلو. طبعا زي ما انتوا عارفين العربية دي منافس رئيسي للكيا السيراتو. الكيا السيراتو وراها اهي، بس تحس بقى ان الانترا الفيس ليفت بالاخص عامل جو كده. يعني الفيس ليفت بالاخص عامل جو كده، مديك كده يعني محسسك ان انت راكب حاجة مش كلاسيكية، مش طبيعية. لا، التصميم بشكل عام جاذب جدا للانظار، وجاذب يعني تمشي في الشارع الناس تبص تتفرج، يعني تحب تشوف ايه ده. فتحات تكييف خلفيه موجوده، وادي فتحه السقف العاديه مش بانوراما. اعتقد ده برضو المفروض يبقى، لا ده هتلاقيه نور عادي، مش نور عادي مش LED. بس يا سيدي دي الانترا بشكل عام. طبعا الشركه لسه بتنزل العربيه بالمواصفه العاديه اللي هي ال 1600 سي سي، اللي بتطلع تقريبا 127 حصان، متوصل بفتيس اوتوماتيك من 6 نقلات. المواصفه اللي هي خلاص بقالها سنين يعني اتفرمت. عايز اقول لك ان المواصفه تم استخدامها في عربيات لحد ما يعني ما اتهرت، يعني لحد ما العربيات بقت بتحلف وتقول لك يا عمي اقسم بالله انا عربيه اعتماديه ما بتعطلش. بنأكد تاني ان العربيه دي اللي بضمان الوكيل اهي، واخده الBDI بتاع الGP اوتو غبور. اتعمل لها الBDI دي بضمان الوكيل. لان في السوق، باكد ليه، لان في السوق هتلاقي
عربيه مش بضمان الوكيل عادي جدا، وموجود على فكره عندي، يعني انا موجود عندي، بص بعيد كده اهي، واقفه هناك اهي، دي مش بضمان الوكيل تمام، دي جايه من الخليج، فبنأكد ان دي بضمان الوكيل. اكمالا للموضوع زي ما قلنا كراسي كهرباء مع باقي الاوبشن اللي قلنا عليه. عايز اقول لكم ان الفئه الاخيره كمان حسب البروشور الرسمي بتاع الوكيل، ان الفئه الاخيره فيها كمان بلايند سبوت، وفيها شاحن وايرلس تشارجنج، بيكون هنا كده. طبعا دي الفئه الثالثه فما فيهاش، الفئه الاخيره بيكون فيها وايرلس تشارجنج، ودي حاجه جميله يعني بصراحه. يا جماعه انا بكلمكم، واحد يقول لك يا عم ما هو اللي انت بتقوله ده عادي، يعني واحد يقول لك يا عم اللي انت بتقوله ده عادي وبنشوفه بقالنا كتير في عربيات كتير، ايه بلايند سبوت وايه الوايرلس تشارجنج وايه مش عارف ايه ما هو عادي يعني. لا، ما هو انا بصور الانترا انت ناسي ولا ايه؟ الانترا ما كانش بينزل فيها حاجه يا اخي، ركز معايا. الانترا ما كانش فيها ولا في حاجه اسمها 4 ايرباج ولا في الكلام ده. ماشي، قبل الفيس ليفت كان فيه 4 ايرباج في الفئه الاخيره، بس عموما مش دي الانترا اللي احنا متعودين عليها، مش دي الانترا بتاعت البلايند سبوت، مش دي بتاعت الامبيانت لايت، السنسورز والكلام اللي انت شايفه ده كله، كل ده مش ده اللي معودنا عليه غبور بقاله سنين. فغبور بيحاول بس تعقيبنا ان العربيه في الفئه الاولى والثانيه بتنزل 1 ايرباج للسائق فقط. يلا سلام.